اهلا وسهلا بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن حاجه نادرا ما بنسمع عنها، موضوع ولاده الشهر السابع. ايه قصتها؟ هل هي ولاده طبيعيه ولا فيها خطوره؟ يلا بينا نعرف مع بعض. اولا، ولاده السابع مصطلح طبي مش دقيق، لكنها بتشير لولاده البيبي في الشهر السابع، يعني من الاسبوع ال 28 للاسبوع ال 32. البيبي في الفتره دي بيسمى خدج او مبتسر، لانه اتولد قبل ما يكمل نموه كويس في الرحم. هل الولاده في الشهر السابع خطيره؟ خطيره. البيبي في الشهر السابع ممكن يواجه بعض التحديات، زي صعوبه في التنفس لان رئته لسه مش مكتمله بشكل كامل، صعوبه في تنظيم درجه حراره جسمه، احتمال وجود مشاكل في الرضاعه او النمو. لكن الخبر الحلو ان نسبه نجاه البيبي في الشهر السابع عاليه جدا بسبب التقدم الطبي الهائل في العنايه بالخدج. ايه اسباب الولاده في الشهر السابع؟ في اسباب كتير ممكن تؤدي للولاده المبكره في الشهر السابع، زي ارتفاع ضغط الدم، تسمم الحمل، وجود عدوى او التهاب عند الام، مشاكل في المشيمه، حمل متعدد زي التوائم او الاكتر، وكمان في حالات كتير ما بنعرفش السبب الاساسي ليها. ايه اللي بيحصل للبيبي بعد ما يتولد في الشهر السابع؟ بيحتاج حضانه خاصه عشان يساعده انه يكمل نموه بره الرحم، بيتعرض لفحوصات مستمره عشان يتاكدوا من نمو الرئتين والقلب والمخ. الاب والام بيكونوا جزء اساسي من العلاج، باللمس، بالكلام، والوجود نفسه. اخر حاجه، الام اللي ولدت في الشهر السابع بتكون محتاجه دعم نفسي كبير، لانها بتكون مرت بتجربه صعبه ومخيفه، لكن الامل موجود، وكثير من الخدج بيكبروا ويصبحوا اطفال اصحاء وطبيعيين جدا. الخلاصه، الولاده في الشهر السابع مش نهايه العالم، لكنها بدايه طريق فيه تحديات. التقدم الطبي خلى النجاح ممكنه جدا. اهم حاجه المتابعه الدوريه مع الدكتور اثناء الحمل عشان نتجنب اي مضاعفات قد تؤدي لولاده مبكره. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لكل اللي ممكن يكونوا محتاجين المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات هل كان عندكم تجربه قبل كده في الولاده المبكره ولا لا.